الحكايه بشرير عامل سطو والشرطه محاصره المكان. الشرير بيقول لهم اهلا بكم في عرض اليوم. من غير مقدمات بيفجر المكان، بيقول ضربه ممتازه جت في المكان اللي انا حددته بالضبط. واحد من الشرطه بيرفع عليه مسدس. الشرير بيقول له يا خساره ودع حياتك اللي ملهاش لازمه، وبيفجرها بكل برود. افراد العصابه بيهددوا الناس بالسلاح، بتجي لهم العربيه اللي هيهربوا بيها. الشرير بيمسك الفلوس وبيقول ريحتها حلوه جدا، انا هستعمل كل قرش منها علشان اعمل حديقه ملاهي. يا ريت بقى لو تديني تذكره ببلاش. السواق بيقول له سيب البنت وخليها تروح. بيمسك راسه وبيقول له هو انا مش قلت لك تسيبها تمشي؟ حسن بيقول له انت مفكر نفسك مين يا ابن في العالم ده موجود مجموعة من الناس اللي انولدوا بقوة خارقة، منهم اللي اختار طريق الظلام والشر من أجل مصالحهم الشخصية. دول هم اللي عندهم دماء الظلام واسمهم الأشرار. المهرج بيقول لهم يلا بينا يا رجالة خلونا نمشي من هنا. بيروحوا عند العربية ولكن بيلاقوا حسن طاير منها. في كمان شوية من الناس اللي وقفت قدام الظلام لمحاربة الأشرار، عندهم قوة خارقة كمان. دول عندهم دماء النور ويطلق عليهم اسم سايكرز. المهرج بيقول له انت مين؟ بيرد انا هنا عشان الم الناس الزباله امثالك. ده كاسيان سايكرز من الرتبه اس. بيقول له ياه مضت فتره من اخر مره شفتك فيها يا رالف. رالف بيقول له ازاي عرفت مكاني؟ واحد بيقول له انت مجنون، ازاي بترفض الخطه وبتشتغل من دماغك؟ كاسيان بيقول لهم ودلوقتي بما اني فاضي ليكم ايه رايكم تسلوني شويه؟ شكله مفيش فايده من ارسالكم للسجن، اسمحوا لي احرقكم بناري. الاخبار في التلفزيون بتقول حصلت حادثه سطو مسلح في جنوب الشارع الخامس، وتلقت قوات الامن انتقادات كثيره بسبب انهم استخدموا القوه من غير اي سبب ليها. وقررت المنظمه العالميه لحقوق الانسان معاقبه السايكر صاحب المرتبه العليا الملقب بكاسيان عشانه استخدم القوه الغشيمه واساليب العنف اثناء تاديته لمهماته. وبسبب كده اتقدمت شكاوي قانونيه الى منظمه لامباس اللي هي منظمه السايكرز في فرع لامباس بواشنطن. واحده بتسال هو انت شرير؟ اسمها توبنس شيلر من الرتبه اس. كاسيان بيقول لها يا مديره انت عارفه اكتر مني ان مش لازم نسيب الاشرار يعيشوا في الارض فساد. بتقول له انت لسه شايف ان اللي عملته صح؟ طنشت اوامر الجهات العليا وتصرفت من نفسك. بسبب غبائك خسرنا اثر لال نهائيا، وكمان الراي العام خسر ثقته بينا. كاسم بيقول لها ابن كان عايز ياخد رهاين معاه. بتقول له خلي بالك المره الجايه التاكد من سلامه الرهائن هو اولويتنا. بيقول لها وثقت في حدسي اللي ما خانيش قبل كده وعرفت ان اقدر انقذ الرهائن. بتقول له لو كنت فعلا سايكرز زي ما بتقول فلازم تفكر تتعامل مع المهمات الموكله ليك كواحد من السايكرز مش همجي. انا بديك نصيحه، خد القرار السديد في الوقت الشديد. مفيش حاجه اسمها الحدس، ممكن بسبب كده نخسر ارواح. انت لازم تستعمل عقلك ده لو كان عندك. اديك شفت نتائج افعالك. ايه الفرق بينك وبين الشرير؟ انت معفي من المهمات لاجل غير معلوم، وما تتجرأش تعمل حاجه في فتره عقوبتك او انك هتعرف العواقب. كاسيان بيمشي بيقول مش عاجبني اسمها ساحره البرج الفولاذي. انا بتساءل ازاي جيف بقي صديق مع واحده شبهها؟ هل لازم انضم لنادي في فتره فراغي يا ترى؟ بيجي له اتصال من جيف بيرد عليه وبيقول له ها اخبارك يا اسطى انت فين؟ بيقول له انت بتعمل ايه في اليونان؟ ثانيه الا ثانيه وبيكون كاسيان وصل اليونان. بيقعد في كافيه بيستنى جيف، بيتذكر الماضي ووقت كان في ميتم. كاسيان كان طفل سكره، اما جيف فكان شاب بيلعب معاهم في ميتم. كاسيان بيقول له انت عايز تكون سايكر صح وتقضي على الاشرار زي الابطال؟ جيف بيقول له يا ترى هل هقدر اعمل كده بقدره بيض زي بتاعتي؟ بيقول له قدرتك خطيره يا اسطى انت وثق بيها. بس كاسيان بيقول هل مضى سنتين من لما جيت امريكا؟ وقتها ما كنتش بشيل هموم، فعلا اشتقت الايام الراحه. بيطلع من الكافيه بيقول جيف اتاخر، هل حصلت معاه حاجه يا ترى؟ جيف بيوصل بيقول له كاسيان. كاسيان بيبص بيلاقي ان حالته حاله. بيقول له ايه اللي حصل؟ مستحيل يكون حد من الاشرار عمل فيك كده. جيف بيقول ما كانش لازم اتصل بيك، خد القلاده دي وخليها معاك. كاسيان بيقول له حالتك؟ بيقول له حالتي مش مهمه، المهم ان القلاده، لكن حالته بتسوء. بيقول له مفيش وقت يا كاسيان، انت لازم تهرب من هنا، لو اتاخرت هتكون بخطر. بيقول له ازاي اهرب واسيبك كده؟ استنى هطلب الاسعاف. لكن واحد مقنع بيوصل. جيف على طول بيزح كاسيان بعيد. المقنع بيروح وبلمح البصر بيقطع راس جيف قدام عيون كاسيان. كاسيان منصدم مش مصدق. المقنع بيهرب، كاسيان بيروح وراه. بيوصل مكان عند البحر. كاسيان بيقول يا ابن هل شايل لي ضغينه عشان تعمل كده ولا انت عملته بامر من حد؟ مش مهم اللي حصل حصل، لكن لاحرقنك بناري حتى تتفحم اشلاؤك. المقنع بيقول له انت لسه بتتكلم بازدراء زي
زي ما عرفتك يا كاسيان. كاسيان بينصدم، ده جاك كالد سايكرز من الرتبة اس. كاسيان بيقول له انت عملت كده ليه؟ بيرد انا اتخلصت من الخائن اللي خان المنظمة مش اكتر. كاسيان بيقول له اخرس. واحدة بتقول له هو بيقول الحقيقة، جيف قتل زميله بالمجموعة، معانا دليل وشاهد، الموضوع زي ما قال الرئيس التنفيذي. دي ليلي سايكرز من الرتبة اس. جاك بيقول له انت كمان مشتبه في امرك، انت لازم تقول ايه الكلام اللي حصل بينك وبين جيف. كاسيان بيقول خلال ال10 سنين اللي اشتغلتها كسايكرز جيف ما قتلش اي حد او حتى شعرة واحدة، وانتم بتقولوا لي ان واحد زيه قتل صديقه. ليلي بتقول له اتعين عضوين كمان من المنظمة ومستواهم مش قليل، اتمنى انك ما تعملش حاجة غريبة. جاك بيقول له لو كنت فرد من السايكرز فكر بعقلانية، ده تحذير الاخير. كاسيان بيقول له معاك حق، ان كنت سايكر فلازم اتصرف كواحد منهم بكل منطقية، ولكني مش هغفر ليك. بيهجم عليه وكمان جاك بيهجم. كاسيان مش سهل برضه، جاك بيستعمل سيف الروح واللي بتستعمل شظايا الجليد. تتوقع انه هيفرق مع كاسيان؟ لا والله، وعشان كده اولاد الهرمة كانوا مجهزين قناص. اللي بتقول له استسلم، الطلقة الجاية هتكون في راسك. كاسيان بيقول لهم اولعوا. بيستعمل لهيب الجحيم وبيروح علشان يهرب. بيقول اوعدكم اني هقابلكم قريبا جدا، لكن للاسف بياخد طلقة في قلبه وبيقع في النهر. بيقول مستحيل، هل هموت كده؟ انا لسه ما اخدتش انتقامي. القلادة بتنوع في مكان تاني في الحمامات، الناس بيقولوا هو ليه مش بيتنفس؟ هل مات؟ بياخدوا بعضهم وبيمشوا. الواد بيصحى وبيستغرب. كاسيان بيقول انا فين؟ ايه اللي حصل لي؟ صوته اتغير ليه؟ بيشوف نفسه بالمراية وبيستغرب اكتر. بيقول هل ده انا؟ مستحيل حد يقول لي اني بحلم. ايه اللي بعمله في جسم الولد ده؟ ايه اللي حصل بجسدي؟ لا اكيد ده حلم، هصحى دلوقتي. بيغسل وشه وبيقتنع انه مش بيحلم. بيقول ايه اللي خلى الوضع يوصل للحد ده؟ وبتبدا ذكريات صاحب الجسد بتدفق الى عقله. صاحب الجسد اسمه كوان كانغو، وهو حاليا بكوريا الجنوبيه. بينما هو بيحاول يستوعب الموضوع، واحد بيقول له صحيت اخيرا يا كاسيان. بيقول مين هنا؟ ظل اسود بيقول له انا موروس وانا روح نبيله من زمن بعيد. بيقول له انت مين يا عم وازاي طلعت من القلاده؟ بيرد موروس انا موروس وسيبك انا مين، هو انت ما عندكش فضول تعرف حاجات تانية اهم من اسمي؟ وبعد ما بيشرح ليه كل حاجه كاسيان بيقول انت اللي انقذتني. بيقول له ايوه، بس انا مستغرب انت ازاي قدرت تتاقلم مع اللغه الكوريه؟ بيقول له ده سهل، كنت عايش في ميتم كوري وانا صغير. كاسيان بيقول تبا تم انقاذي في جسم ولد كوري. موروس بيقول له هو مش جيف اللي اداني ليك؟ كاسيان بيقول مستحيل، فاللي قاله جيف مختلف تماما. المهم قول لي هو جيف كان بيدور على ايه؟ بيقول له سيف الاباده الملحمي، من سنوات طويله صنع السيف اثناء الحرب الداميه في الحقبه الميثولوجيه. بيقول له ازاي عارف احداث حصلت من زمن بعيد؟ بيقول له ده علشان انا روح نبيله من غابر الازمان. كاسيان بيقول له خف هزار، ازاي عايز نفسك بيك؟ اديني سبب واحد. موروس بيقول له ازاي بتقول كده بعد ما ضحيت بنصف قوتي علشان انقذك؟ كاسيان بيشوف حاجه في الموبايل بتخليه ينصدم. خبر بيقول ان البطل الراحل كاسيان خان المنظمه وقتل اعز اصدقائه جيف. بيقول مستحيل، اتهموني بقتل جيف، ده خبر كذاب ليفل ماكس. بيتعصب وبيقول لامبس اولاد الهرمة ازاي بيتهموني بخيانة وقتل اعز اصدقائي؟ اقسم اني هدفعهم الثمن اضعاف مضاعفة. موروس بيقول له اهدى يا كاسيان، لو ما هديتش لكن فات الاوان. كاسيان بيقول ايه اللي حصل ليا؟ ايه الشكل ده؟ وفي مكان تاني عند مجموعة من المتنمرين بيقولوا هو اتأخر ليه؟ فتحي بيقول له اهدى هو جاي اكيد. بالفعل بيجي واحد عندهم. فتحي بيسأله هل لقيته؟ بيقول له الحمامات كانت فاضية وما كانش حد بيها. ابو نضارة بيقول له انت متأكد؟ بيقول له ايوه. بيقول له طب وهل في سيارة اسعاف او شرطة؟ بيقول له لا. ابو شعر اصفر بيتعصب بيقول انت مش قلت انه مات؟ ابو نضارة بيقول له انا متأكد انه مات. ابو شعر اصفر بيسأل هنعمل ايه؟ فتحي بيقول له قصدك ايه؟ اكيد هندور عليه ونضرب لحد ما يموت مرة كمان. مش عارف ليه حبيت اقولها كده. نرجع لكاسيان اللي طلع فوق المدرسة قبل ما حد يشوفه. موروس بيقول له كويس انك طلعت هنا. بيقول له خلاص انا ازاي بقيت شرير؟ موروس بيقول له واضح انك سريع الغضب، كان ممكن تموت لكن لاني انقذتك اختل توازن وانكتب لي قدر جديد بصفتك شرير. شرير صاحب تصنيف كارثي. بيقول له دقيقة، انا تصنيف كارثي؟ قصدك ان قدري مرتبط بيا رغم انك انقذتني؟ بيقول له صح. كاسيان بيضحك بيقول لكن دي نكتة، انا كنت من اعلى السايكرز مرتبة وانا بقيت شرير لو كمان صاحب تصنيف كارثي. بيتعصب بيقول ليه انقذتني؟ بيقول له اهدى يا كاسيان، ما تخليش قواك تسيطر عليك. زي ما انت عارف الاشرار بيفشلوا بالسيطرة على نفسهم
بسبب جشعهم اللامتناهي. ففي اللحظة دي بالذات أكيد حسيت بتضارب الشر اللي قرب يقطعك من الداخل. أنا بحاول بقدر الإمكان أخليه تحت سيطرتي، ولكن كلما بتغضب ما بقدرش أسيطر على الوضع. كاسيان بيقول كفاية، أنا زهقت، أنا بقيت شرير دلوقتي، لو قدري فكان من الأحسن لو أموت. لكن موروث بيقول له لا، لازم تعيش، لو كان جيف عايش كان هيقول لك كده. كاسيان بيقول له قصدك إيه؟ بيقول له قبل ما أقابلك جيف قال لي إنه نادم على توريطك في الوضع ده، بالرغم من إنه ممكن يموت، فهو ما فكرش بالهرب، وغير كده قرر يديك فرصته الوحيدة، فما تسيبش تضحيته النبيلة تروح كده. كاسيان لازم تتحلى بالهدوء دايما. كاسيان بيقول له كفاية تقول لي لازم أعمل إيه؟ بيقول له واضح إنك مش عايز تكون بشري. بيقول له هعملها. كاسيان بيسأل هو أنت مين؟ وما تقوليش إنك روح نبيلة والكلام الفاضي ده. بيقول له عايز تعرف حقيقتي؟ بيقول له أيوه، طالما عندك قوة تنقذني في لحظاتي الأخيرة فأكيد أنت مش حاجة هينة. موروث بيقول له هتعرف كل حاجة بالوقت المناسب، لازم تساعدني أدور على السيف. بيقول له هل السيف ده ليه علاقة بموت جيف؟ بيقول له تقريبا. في نفس الوقت بيوصل فتحي والشباب عنده، بيقول له أنا فرحان إنك عايش بعد كل اللي عملناه فيك. في نفس الوقت واحد اسمه كيمو شان بيكون ماشي والبنات بتكون باصة ليه بنظرات يا إلهي ما هذا الجمال، كم هو يا أخي نفس المواقف اللي بتحصل معايا، استغفر الله العظيم. جسد ده. سيد بيقول يا ابن كويس انك عايش، خلتنا خاف على الفاضي. فتحي بيقول انا شايف انك لسه ما اتعلمتش الدرس كويس، طالما لسه عايش ما جيتش تقول لي ليه، لو كمان شايفك مرتاح وبتلعب هنا واحنا كنا بندور عليك. كاسيان بيقول له هل خلصت الكلام؟ انا متضايق دلوقتي ومش مهتم اضرب شويه صعاليق، بس لو عايزين كده تمام ما عنديش مشكله. موروث بيقول له خلي بالك قوه الاشرار تقدر تقتل انسان من غير ما يستخدم قوته الخارقه، لو فقدت السيطره فانت عارف اللي هيحصل. سيد بيقول له انت بتقول ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ كاسيان ما بيردش. سيد بيتعصب، بيكون خلاص هيضرب، لكن عمكم كاسيان بضربه بيفرشها على الارض. الاتنين التانيين بينصدموا، بيقولوا ازاي قدر يعمل كده؟ كوبس بيروح عليه وخلاص مفكر نفسه، لكن كاسيان بينيمه جنبه. بيقول لفتحي انت مش حاسس بالذنب، انت مش حاسس بالندم عشان بتتنمر على من هم اصغر منك واضعف؟ ايه كانت القطه لسانك؟ بيرد ذنب ايه وبطنجال ايه ده، وانا شايفك بالمنظر ده حاسس نفسي هرجع. كاسيان بيقول له انت ما عندكش ذره مشاعر، طب تمام لو انت بتفتكر ليها فانا هرجعها لك، لاذيقنك الويل بما صنعت يداك. بدون مقدمات بيهجم عليه فتحي، بيحاول يضرب لكن كاسيان بيراوغ وبيرد ليه الهجوم. تفتكر انه خلص؟ لا ده بيديه واحده بتقلب معدته. بيقول له هل حاسس بالذنب دلوقتي؟ بيقول له اخرس. بيرد شكلك لسه عايز تتعلم الادب، ما تخافش دي كانت الجوله الاولى. لكن واحد بيقول له كفايه لحد كده. كاسيان بيقول له انت مين ومين اداك الحق انك تتكلم؟ بيقول له انت ليه بتتنمر على واحد ملهوش لازمه؟ فتحي بيقول ملهوش لازمه؟ هل انا اضعف من الوغد ده؟ بيهجم على كاسيان لكن كاسيان بيضربه. شان بيقول له انا قلت لك كفايه. كاسيان بيضربها لكن شان بيصد ضربته، بيحاول يضربه كمان لكن شان بيراوغ. موروث بيقول له كاسيان خلي بالك خصمك واحد من السايكرز، مش هتقدر تفوز بحالتك دي. شان بيهجم عليه لكن كاسيان بيراوغ باعجوبه، بيقول هل هو سايكرز فعلا؟ شان بيقول له ايه رايك نخلص الموضوع هنا، ما احنا مش هنستفيد حاجه برضه. بيديه لاصق جروح وبيقول له حطه على الجرح. كاسيان بياخده وبيمشي. شان بيكلم نفسه وبيقول هل هزم 3 لوحده؟ انا مش فاكر وجود شخص زي ده في مدرستنا. كاسيان بيروح علشان يدخل على حسابه في منظمة لامبس لكن تم إلغاء عضويته. كاسيان بيسأل موروث ازاي عرفت انه سايكرز؟ بيقول له من طريقة صد هجومك، وده مش حاجة مقارنة باللي اعملها لما استخدم عين البصيرة. بيقول له ايه دي؟ بيرد جسدي مجرد روح نبيلة بتشاهد كل حاجة وبتعرف كل الاسرار، ايه رأيك تكون شرير يا كاسيان؟ ووقتها تعرف كل خبايا واسرار الكون. ووشك بيقول انك وافقت. بيقول له طبعا هعملها، فالحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها هي اني استعمل قوه الشرير. موروث بيقول له الاشرار مش بيقدروا يستعملوا قوتهم بسبب رغباتهم، وواضح ان الغضب هو اللي بيخليك تستعمل قوتك. كاسيان بيقول له الغضب، وبيفتكر كل اللي مر بيه وبيصرخ وهو بيقول لعن بس ولاد وربنا ما يرحمكم. موروث بيقول له بتعمل ايه؟ بيقول له بشعل فتيل غضبي. بيرد ما كانش لازم تعمل كده، كان هيكون كفايه لو تخيلت الموقف مش اكتر. بيقول له كنت تقول من الاول. في مكان تاني عربيه بتكون ماشيه. شان بيقول الشرير المفجر واحد مجنون كل حاجه بيعملها هي تفجير الاشياء، وده كله علشان يستمتع. في معلومات جاتنا انه اتسلل للبلاد امبارح. ابن الهرمه قتل اكتر من 100 شخص. واحد بيرد هو لو قتلناه وش الوش فهنكون في مشكله. المشكله الاكبر لما بيستخدم المتفجرات. ده ليه دايوان سايكرز من الرتبه بي. شان بيقول الاشرار لازم يتمسحوا من على وش الارض، هما مجرد مجرمين اتخلوا عن انسانيتهم بسبب رغباتهم وجشعهم. لازم نشوف ابن الهرمة ده قبل ما يفجر حاجة. داي بيقول له
حد قالك انك بتخوف لما بتتكلم عن الاشرار؟ بيقول له انشاء مجتمع امن وعادل هو واجب كل السايكرز بلا استثناء، ده المنطق، انا ما اتكلمتش بحاجه مش منطقيه. بيقول له يعني ده يشملني صح اني اعمل ما هو منطقي وانت هتساعدني. اما عند كاسيان، موريس بيعرض ليه بياناته وبيقول له دي عين البصيره ودي المعلومات. كاسيان بيقول عامله زي اللعبه. بيقول له ايه براسن الظل والتعافي السريع دول؟ بيرد دول التقنيات اللي تقدر تستخدمهم حاليا زي ما انت شايف بسبب مهاره التعافي. الجرح عندك اتعالج. بيقول له هل هكون قادر على استرجاع رجل او دراع لو خسرتها؟ بيرد والله مش هتفاجئ من كده. بيرد عليه طيب وايه المتخبي ده؟ بيقول له دي المهارات اللي هتكون عندك لما تتطور. كاسيان بيقول ايه ده 300 نقطه مانا؟ انا كان عندي اكتر من 1000 نقطه بس دول 300 قليل جدا على تصنيف كارثي. موريس بيقول له تصنيف كارثي ملوش علاقه بكميه المانا بل بالقوه المختزنه بجوفك. لو ما طورتش من قوتك الموضوع هيكون شبه انك بتكب ميه في الصحراء. كاسيان بيسال هل اقدر استخدم عين البصيره على الناس التانيه؟ بيقول له ايوه لكن ليها حد 3 مرات باليوم. بيقول له ايه اللي هيحصل لو كسرت القيد؟ بيقول له حصل معايا قبل كده لما كنت مع جيف ووقتها فقدت وعي لنصف يوم. المهم يلا نجرب مهاراتك الاساسيه. كاسيان بيقول له تمام بس هعمل ايه؟ هل هنطق باسم مهارتي زي ما في الالعاب كده؟ بيقول له لا كل اللي عليك تعمله انك تتخيل صوره في دماغك. بيقول له قصدك كده؟ بيقول واه نجحت والله. طلعت حاجه من الظل مع انها ظل الا انها حاده جدا. موريس بيقول مستحيل، فكرت الموضوع هياخد منه يوم كامل، ده لو ما كانش شهر. الواد ده فعلا نادر. ثواني هل جيف شاف فيه الامكانيات؟ كاسيان بيقول له هل ممكن استعملها كدرع؟ بيقول له الاشرار دايما بيستعملوا قواهم في اشياء كثيره. بيقول له مش مهم فده كفايه. بيقول عندك ذوق وحش في الموضه. بيقول له خلاص. عند غروب الشمس موريس بيقول له هتروح فين دلوقتي؟ بيقول له الواد ده عنده عائله، ابوه توفى وعاش مع اخته اللي بتشتغل ليل نهار. بيقول له يعني هتروح تشوف اخته؟ بيقول له ايوه انا مش عارف لو كان مقدر للواد ده يكون شرير او لا لكن متاكد ان هو كان بيحب اخته جدا. بيقول له انت حاسس بالذنب عشانه؟ بيرد انت قلت لي ان السبب في انه خسر حياته وعلى حين غره بيحصل انفجار في المكان، الناس بتهرب بتصرخ بيقولوا في شرير، حد يتصل بالسايكرز. واحده بتقول في ولد وامه عند الشرير. كاسيان اول ما بيسمع بيطير على هناك. موريس بيقول له استنى خصمك هيكون شرير المره دي وهو مختلف عن الواد اللي عامل زي التفاحه، مستواه اعلى منك باضعاف. بيقول له مش مهم هكون كويس لما اتحول لشرير. بيقول له القتال بين الاشرار ممنوع، انت كنت سايكرز وعارف كده، ممكن يكون في استثناء لو اتعلق الموضوع بالانتقام او ضغينه شخصيه، لكن اللي انت عايز تعملها دلوقتي كشرير لن يعتبر سوى تحدي على منطقه صيد غيرك، والاهم انك تخلي بالك من لامباس، خلي بالك من الاشرار مش لازم نخليهم اعداء لينا. كاسيان بيقول له مش مهم. موريس بيرد لو كنت بتعمل كده بسبب انك كنت سايكر سابق فده ملهوش لازمه. بيقول له لا في رهائن جوه وغير كده ابنه وامه، لو ما كنتش اعرف كده كنت هتجاهل اللي بيحصل، لكن بعد ما عرفت كده لو تخليت عنهم فده بيجردني من ما تبقى لي من انسانيتي. موريس بيفتكر جيف وهو بيقول له عن كاسيان. بيقول لو كانت تصرفاته بتخليك تفكر انه مجرد شخص اهبل اهطل غبي، لكن مفيش حد يشبهه لما يتعلق الموضوع بعمل الشيء الصحيح، وعشان كده انا اؤمن بكاسيان. موريس بيقول انا اخترت جيف وجيف اختار كاسيان، واضح اني ما اقدرش اتجادل معاك بالخصوص ده يا جيف. بيقول لي كاسيان يلا فعل تحولك حالا، انا اقدم كل اللي عندي علشان اساعدك. الشرير السكرو درايف بيحضر بالمكان. الولا فتحي بيكون مرعوب، كل الشباب بياخدوا بعضهم وبيجروا بيقولوا انجوا بحياتكم. باسم بيقول لهم استنوني انتوا سايبيني وراكم ليه؟ كاسيان بيبص للسكرو درايف وعادي عنده. موريس بيقول له كاسيان بيقول الغبي ده هو السكرو درايف. السكرو درايف بينزل عنده بيقول ده ممتع، كنت مفكر ان انا اقدر اقدم ليك المساعده ايا كان اللي انت بتعمله، ولكن واضح ان انا غلطت لما كنت بقرا الموضوع. كاسيان بيقول له مش فاكر اني قلت لك ان عايز مساعده منك. السكرو درايف بيضحك ده واقع بعض الشيء منك، انت مش عارف انا مين؟ بيقول له انت السكرو درايف. بيرد عليه وبيقول له حقيقة انك عارف ان السكرو درايف ومع كده ما حركتش ساكن واحد، ده انت كده بتحطم كبريائي. بيوجه نحو السلاح بتاعه وبيقول له لو كنت جيت لي هنا بملء ارادتك انت عارف ايه اللي بيستناك مش صح برضه؟ وبيطلع له ورده من السلاح. بيقول له ده مرعب صح؟ كنت بهزر معاك يا عم مش اكتر، ولكن المره الجايه ممكن تنفجر راسك. كاسيان بيبص له بنظره
يا راجل وبيسيبه وبيمشي. السكرو درايف بيقول له رايح فين؟ بيقول له رايح البيت وبيسيبه وبيخلع. بيكون ماشي. موريس بيقول له ده كان في منتهى الخطوره يا كاسيان، السكرو درايف ده محال انك تهزمه بمستواك الحالي، طبقا لحساباتي قوه مهارته تتعدى حاجز لكن مش بيلاقي كاسيان بيتكلم. كاسيان بيروح على جنب عند الحيطه. موريس بيقول مقابلته مع الشرير ده اشعل فتيل حماسته، لو بديت تتدرب من دلوقتي اكيد في يوم من الايام هتكون قادر انك تواجهه. كاسيان بيقول له موريس تقدر تدور عليه باستخدام عين البصيره بتاعتك. بيقول له قصدك ايه؟ بيقول له دي فرصتي المثاليه علشان اقيس قوتي بتحدي خصم اقوى مني. الواحد بيتعلم بشكل احسن لما حياته بتكون على المحكه في قتال ملحمي. انا مش هسيب فرصه زي دهياتي تروح من ايدي بالسهوله دي. اما عند السيكرو درايف بيكون بيحاول يقلد حركه كاسيان. بيقول الفتى ده تحركاته ما كانتش عاديه خالص، يا ترى هو مين؟ هو حتى ما خافش مني لما شافني. طلاب الثانويه الايام دي بيجوا مخيفين، لكن بيلاقي هجوم جاي من وراه. كاسيان بيهجم عليه لكن السيكرو درايف بيصد ضربته. كاسيان يسكت. لا والله بيهجم عليه باستعمال براسن الظل، لكن السيكرو درايف بيتفاداها. كاسيان بيقول كما هو متوقع ده مش سهل ابدا. السيكرو درايف بيطلع السلاح بتاعه اسمه التسليح الجسدي. موريس بيقول له خلي بالك ده طلع سلاحه. السيكرو درايف بيقول له ده كان خطير، انت عارف انا هكون جاحد دلوقتي. وبيحاول يهجم على كاسيان بالسلاح بيطلق عليه ليزر، لكن كاسيان بيصدها باستعمال مهارة الظل بتاعته واللي بتعمل درع يحميه. بيفتكر ان موريس قال له المانا بتاعته بتتجاوز ال1000 نقطة مانا، مما يعني ان عنده 3 مهارات اضافية على عكسك. انت سامع انا بقول ايه؟ كاسيان قال له دي هتكون ليلة حافلة. نرجع للحاضر. موريس بيقول له انت واثق من خروجك سليم؟ السيكرو درايف بيقول له ياه ده انت طلعت جامد يلا، صديت الضربة بتاعتي ولكن مش هتسهل معاك دلوقتي، يلا بينا نعيد الكرة مرة كمان. وبيهجم عليه لكن كاسيان بيتفاداها. سيكرو درايف يسكت. لا والله بيحاول انه يهجم عليه مرات متتاليه. بيقول اللعين ده هو متوقع مسار هجومي ازاي؟ هو مين الشخص ده بالضبط؟ ان كان بالمهاره دي من المستحيل ان انا ما سمعتش بيه قبل كده. مهلا هل هو الشخص اللي هزم المفجر؟ كاسيان بيصد سلاحه والسلاح من مسكه كاسيان بيتكسر، لكن السيكرو درايف بيطلق عليه اشعه ليزر من عينه. كاسيان بيوقعها او بيحاول يوقعها برجله، لكن السيكرو درايف بيتفاداها. كاسيان يسكت. لا والله بيهجم عليه لكن السيكرو درايف بيتراجع. بيطلع سلاحه التاني واللي اسمه دراع الميكانو. بيهجم عليه بكاسيان لكن كاسيان بيقسمها نصفين. بيروح عند السيكرو درايف وبيهجم عليه. السيكرو درايف يا دوب بيتفاداها. بيقول ده مش بيهزر ابدا، هو بيديني جو غريب وانا بقتله، ده مش زي باقي الاشرار. من المستحيل انه يكون بالمهاره دي في القتال الا لو تدرب باحترافيه وخاصه الالاف القتالات. بيقول انتم كنتم هنا من البدايه، ايه اللي جابكم هنا يا حمقى؟ بيظهر اعوانه. الاولى دي اسمها كورو من المستوى A والتاني ده اسمه ريد اي من المستوى B، اما ده فاسمه بلاك هاند من المستوى B. كاسيان بيضحك وبيقول انت بعت طلب نجدة لاصحابك لمجرد انك كنت هتخسر قدامي في نزال؟ كرو بتقول الزعيم يتهزم؟ بيقول لها لا ابدا الموضوع مش كده خالص. بتقول له بس انا اللي انا شفته كان بيقول كده. بيقول لها بس انا لسه ما خسرتش. بلاك هاند بيقول الزعيم يتهزم من نكره زي ده وده كمان مبتدئ؟ السكرو درايف بيقول له انت ليه هجمت عليا كده وايه الهدف من كده؟ كاسيان بيقول له الموضوع ما فيه ان انا زهقت من عراق الصبيان وكنت عايز اقاتل شخص قوي، وموضوع تاني انا مش هسيب قاتل متسلسل يبقى طريق في الارجاء عشان يقتل براحته. السكرو درايف بيستغرب. بيقول له انت بتتكلم عن حادثه القتل المتسلسل المشهوره قبل مده؟ السكرو درايف بيقول ياه دي اتهامات باطله، مين كان يعتقد انها هتيجي على واحد غلبان؟ بلاك هاند بيقول مين الشخص ده؟ وكمان هو واثق من نفسه وهو واقف قدام السكرو درايف. انا مش قادر استنى، انا عايز اضربه، عايز اقتله دلوقتي. السكرو درايف بيقول له انا هدخل على طول في الموضوع، انا مش القاتل اللي انت بتدور عليه. كاسيان بيقول له عندك دليل؟ بيقول له لا. بيقول له مما يعني انك القاتل، لكن بيحس بصداع. بلاك هاند بيقول دلوقتي دي الفرصه، هقتلك لحد الموت. بيهجم على كاسيان بيفعل مهاره قفاز الهلاك ويقول فلتمت، لكن في لمح البصر كاسيان بيكون وراه. بيقول له دي حركه دنيئه انك تقاتل واحد من ظهره. بيحاول يهجم عليه مره كمان ولكن كاسيان بيقول له السبيل الوحيد علشان تتعلم منه هو انك تتضرب، وبيضرب. الكل بيكون منذهل. السكرو درايف بيقول له ده مش كان لازم. ريد اي بيقول مستحيل، الشخص ده هزم شخص في المرتبه الثالثه من الفيلزون بدون اي عناء. موريس بيقول له انت كويس؟ بيقول له حاسس بدوار. موريس بيقول له انت كويس؟ واحد بيقول له انت حاسس بدوار في راسك وكما لو ان جواك خارج، مش صح برضه؟ السكرو درايف بيعمل فحص ليه وبيقول له ده علشان المانا بتاعتك لسه 300، وعلى ما يبدو فانك اتطورت في حد قياسي وده مبهر جدا. كلهم بينصدموا ان المانا بتاعته 300. ريد اي منصدم بيقول ازاي شخص من المستوى دي
بيه بيحافظ على كبريائه في الوضع ده، وتقنية دراعاته دي تقنية تتعدى شرير من المستوى بيه بمراحل. ازاي قدر يهزم بلاك هاند بخلال حركة واحدة؟ السيكرو درايف بيقول لهم مش لازم تتعجبوا، الموضوع نادر جدا الى انه مش مستحيل، فممكن شخص من المستوى بيه يهزم مين اللي يعلوه من المستوى. المعنى مش كل حاجة هو عنده كمية مهولة من القوة الجسدية وردود افعال استثنائية، وزيادة على كده فمهاراته القتالية وتخطيطاته بيفوقون الوصف. انه استثنائي بالتأكيد، يعتبر ميكانيكي، فهو يطلق عليه لقب نموذج معزز مبتدئ مؤهل يتطور اكتر واكتر بالمستقبل. بيطلع جوهرة بيقول له انت عارف ايه هي الجوهرة دي مش صح؟ كاسم بيقول كريستالة سحرية. سيكرو درايف بيقول له الاشرار يقدروا يضاعفوا قواهم السحرية والمانا بتاعتهم والتدريب الدائم اللي هيستلزم الكثير من الجهد، وايضا باستعمال الكريستالة السحرية. بيديه الكريستالة وبيقول له كلها، وبيقول له انت ليه بتدينا حاجة زي كده؟ بيرد انا بحاول اعقد صفقة. بيقول له مش مهتم، انا مش هقدر اغض بصري عن العدالة، انا بتكلم عن امر القاتل المتسلسل الوحشي. السيكرو درايف بيقول له انا كنت هقول لك تلقي القبض عليه مكاني، اعتبر الكريستالة دي هدية لسماعك الصفقة بتاعتي، والباقي هديهولك في وقت تاني لما توافق عليها. كاسيان بيقول له هي دي طريقتك علشان تقول لي انك مش القاتل؟ بيقول له ده لانها الحقيقة وانا حاسس بالظلم. بيقول له طالما فعلا انت حاسس بالظلم ليه ما تدورش على القاتل بنفسك؟ بيقول له الكل عنده ظروفه الخاصة ومحدش بيعرفها غيرهم هما. كاسيان بياخد الكريستالة وبيمشي. بيقول هل هو فعلا عايزني احقن نفسي بالكريستالة دي؟ مورس بيقول له في نوعين من الكريستالات، الاول ينبثق بصفة طبيعية ويسمى كريستالة جين، والتاني يصنع وهو يدعى بالكريستالة السحرية، وبالطبع الفرق بينهما كبعد السماء عن الارض. للاسف فهي ليست بمستوى كريستالة جين، ولكن بالرغم من كده فهي هتكون مفيدة ليك في تعزيز قواك. بيقول له انا عارف كده بالفعل. بيقول له طيب انت لازم تستعملها في هيئة الشرير ولا مش هتنفع معاك؟ بالفعل كاسيان بيروح يفعل هيئة الشرير وبيقول انت متأكد انها كريستالة سحرية ومش حاجة تانية؟ بيقول له ايوه. كاسيان بيقول طالما انت قلت لي كده يبقى خلاص. بياكل الكريستالة. بيقول انا مش حاسس بحاجة. بيقول له استنى اهي جاية. بالفعل بيبدأ يحس بشعور غريب. مورس بيقول له زي ما انت حافظ على نفسك. وبالفعل بعد شوية انوار كده بيقول كواي القوة بتاعتي زادت بشكل كبير جدا. هل ده اللي بيحصل عند استهلاك كريستالة سحرية؟ انا حاسس بكم كبير جدا من الطاقة ماشي في جسمي. ايوه كده دلوقتي انا فهمت ليه الاشرار بيدوروا عن الكريستالات دياتي باستماتة. الموضوع كأنه غش. بيقول له مورس ممكن تعرض ليا بياناتي باستخدام عين البصيرة؟ بيقول له تمام. بيعرض ليه البيانات وبيقول ايه ده 350 نقطة مانا بس؟ مستحيل، بعد كل ده انت بتقول لي انها زادت بمقدار 50 نقطة فقط؟ مورس بيكلم نفسه وبيقول هو قصده ايه بكلمة فقط؟ حتى وان اخذنا بعين الاعتبار استخدام كريستالة سحرية عالية الجودة مش المفروض انه يزيد سوى بمقدار 5 الى 10 نقاط بس، ولكن عنده هو اتضاعفت ل 50 نقطة. ده رقم قياسي جديد ان قدرته تتضاعف 500%. ده يعني ان استخراج الكريستالات السحرية فعال للغاية. ده موضوع سخيف حتى وان كان تصنيف كارثي. كاسم بيقول له ايه ده؟ دي بتقول استخراج الكريستالات السحرية ضمن خانة القدرات المخفية، ايه الفايدة منه؟ هل اقدر استخدمها دلوقتي؟ مورس بيقول له زي ما انت شايف بالضبط، استخراج القوة السحرية من الاسلحة السحرية واللي بتشمل الاسلحة المصنوعة من كريستالات جين. كاسم بيقول انا كنت مفكرها حاجة رائعة لكنها قمامة. مورس بيقول له قمامة؟ استخراج الكريستالات السحرية من الاسلحة مهارة فريدة بتميزك لوحدك، انا ما شفتش حد معاه المهارة دي من قبل. ده بيعني انك تقدر تاخد الكريستالات وقت ما انت عايز. بيقول له ده يعني ان انا لازم ادور على الاسلحة المصنوعة من الكريستالات السحرية. اما في مكان تاني عند داي. بيقول له اخيرا السيف المبهرج بتاعي، وايضا ليه اسم خاص سيف الدب والنمور الاربعة. وانت ساكت ليه؟ ما تقول لي حاجة. شان بيقول له يا عم ما فيش حاجة، طالما يعجبك يبقى تمام. بيقول له السيف دوت مصنوع من كريستاليتين سحريتين على الاقل، من اجود انواع الكريستالات، لا بل الافضل على الاطلاق. شان بيقول له هل عندك اخبار جديدة بخصوص الشرير اللي تعارك مع المفجر وهزمه؟ بيقول له الولد ده انت بتغير الموضوع من تاني ليه؟ بيقول له انا دورت عليه في البيانات وتصفحت الاماكن ولكن مفيش اي معلومات عنه، واضح انه شرير لسه جديد. شان بيقول له هل من الممكن ان يكون احد الاوستايدرز؟ الاوستايدرز ده سايكرز غير مسجل. ده بيقول له استبعد بالحكم على مظهره الخارجي وقوته فهو بالتاكيد شرير، وده مش الوقت المناسب للقلق عليه. اكيد انت سمعت بحادثه القاتل المتسلسل اللي بدا يجوب الارجاء في الاونه الاخيره. اضطرت السلطات المحليه لدق ناقوس الخطر بسببه. شان بيقول له ولكن مش السيكرو درايف هو الجاني، فهو المشتبه به الوحيد في القضيه دي. بيقول له مستحيل انه يكون هو. شان بيقول له ازاي بتكون متاكد من الدرجه دي انه مش هو؟ بيقول له لو الموضوع كان بيشمل سياره رياضيه او محرك آلي كان
اول من يتحرك هو، فهو بعيد كل البعد انه يكون قاتل همجي. شان بيقول له سيكرو درايف ده شرير تاني، شخص مجنون وتصرفاته ما تقدرش تتنبأ بيها. بيرد عليه وبيقول له بالحكم على الضحايا اللي اتقتلوا بدم بارد فاغلب الظن ان هو من صنع شرير، ولكن انت مفكر الاشرار هم الاوغاد المجانين اللي بيقدروا يقتلوا كده؟ من الممكن انه يكون مجرد بشري عادي كمان. لكن شان كل اللي شاغل تفكيره هو كاسيان. اما في شركه ايز ستوديو واحد بيكون بيصور بيقول لها حاولي تبيني ابتسامتك شويه. بيكون بيصور بنتين شكلهم عارضين موضه مشاهير، بيقول لهم ممتاز. وبعد ما بيخلصوا بتبص في الموبايل بتقول دي الساعه 7 دلوقتي، كنت بفكر اخد كتاب من المتجر ومن ثم ارجع لبيتي. البنت دي اسمها ايون كيم، طالبه بالثانويه، ودي هي اخت شان. وهي ماشيه بتشوف واحده صاحبتها واسمها يونغ طالبه بالثانويه، بتقول لها انت لسه هنا؟ بتقول لها ايوه. بتمسك ايديها وبتقول لها تعالى نلعب مع بعض. بتقول لها دلوقتي؟ بتقول لها ايوه. بتقول لها بس اخويا قال لي ما اطلعش بره البيت في الليل. بتقول لها مره واحده بس. بتقول لها تمام. وبيروحوا مع بعض علشان يلعبوا، وبنلاحظ ان بيكون في واحد غريب مشكوك في امره بيراقبهم. في وقت تاني بيكون في الاخبار مكتوب احنا بنوعدكم ان احنا هنلقي القبض على القاتل المجهول لا محاله. كاسيان بيقول قتل 3 اشخاص بالفعل. موريس بيقول له انت بتفكر في قبول عرض السيكرو درايف؟ بيقول له انا مش مهتم ابدا بالعرض بتاعه، اللي عنده سلب ارواح الكتير من دم بارد، وانا مش محتمل اقعد كده وانا مش بعمل حاجه. هيكون من الصعب ان بدور على سفاح بيقتل ضحاياه للمتعه، فاحنا مش بنلاقي العديد من المعلومات حوله. موريس بيقول له طب والحاجه اللي انت خدتها من السيكرو درايف؟ بيقول له البتاع ده. بنرجع حبه لورا. السيكرو درايف بيقول له خد التليفون ده. بيقول له وانت بتدينا حاجه زي دهياتي ليه؟ بيقول له دي طريقه تواصل بينا، انا صنعت الجهاز ده هواتي بحيث يرسل ويستلم المعلومات والملفات فقط، ومفيش اي جهاز تعقب فيه، فما تخافش. بيقول له انا مش محتاجه. بيقول له هبعت لك معلومات عن القاتل المتسلسل فممكن انت تحتاجه، وكمان تقدر تتواصل معايا باستعماله. انا هدعمك كليا باللي انت عايز تعمله، لكن اتاكد من انك تلقي القبض عليه، وده الطلب بتاعي. نرجع للحاضر. كاسم بيرمي التليفون وبيقول انا ما اقدرش اعمل كده، فانا بعتز بفخري وكبريائي، ازاي عايزني اتكلم مع شرير وبسهوله كده؟ موريس بيقول له رايح فين؟ بيقول له انا مش هقعد كده، لو دماغ ما اشتغلتش فانا عندي رجلين هتشتغل. نرجع لايون واللي بتكون بتلعب مع صاحبتها، بيحاولوا يطلعوا لعبه كده من الجهاز اللي انا نفسي اجربه بس ما اعرفش اجربه فين. فالمهم بيكون في جهاز بيراقبهم من بره. ايون بتقول وانا مش قلت لك قبل كده اخويا المزعج مانعني من ان انا العب كتير بره؟ بترد عليها وبتقول لها يعني انت ما تقدريش تقعدي معايا وتواسيني شويه؟ بترد عليها وبتقول لها ليه؟ خير مالك؟ بتقول لها في الحقيقه انا شفته بعيني، شفت واحده من زميلاتي بالمدرسه وهي بتقتل ببشاعه من كام يوم، والقاتل ما اتحركش من مكانه. انا شفته وهو بيبتسم وبيتلذذ بالموضوع. انا كنت عايز اقول لحد فيهم ولكن الفزع كان منعني، الرعب، الخوف. انا حاسه ان الموضوع هيحصل معايا قريبا. يوم بتقول لها هل شافك القاتل؟ ده مش الوقت المناسب عشان نلعب هنا، لسه الموضوع ما خلصش، نقدر نبلغ عن الموضوع دلوقتي. انا هروح معاكي هناك، يلا بينا بسرعه. بتاخدها وبتجري وبتقول انت طالما شفت وش القاتل فاحنا في خطر. لكن فجاه كل النوافذ بتغلق في المكان. بيقولوا ايه اللي حصل؟ يوم بتبص تحتها وبتلاقي المكان مليان دماء. واحد بيقول انا شايف ان القدر جمعنا من جديد. بيستغربوا، الدماء بتتحرك وبيظهر قدامهم شخص بيقول البنت الصغيره المثيره للشفقه. ده شرير اسمه بلود راين من المستوى بي. اما عند كاسيان بيكون فوق مبنى. موريس بيقول له انت مش متاكد انك هتدور في الارجاء بعشوائيه؟ بيرد عليه وبيقول له تقدر تقعد وانت ساكت او ترجع البيت. بيقول له مش هقدر ارجع حتى لو كنت عايز كده، لازم اكون على مسافه معينه معاك. بتجيله رساله على تليفونه اللي اخده من الشرير. موريس بيقول له مش ده التليفون اللي ادهولك الشرير، انت جبته معاك رغم انك كنت بتتكلم عن الكبرياء والفخر. بيرد عليه وبيقول له والله انا جبت علشان لو بعت حاجه مهمه. بالفعل بيفتح الفيديو وبيكون بعت ليه صوره الشرير بلود راين وهو محاصر البنتين. نروح عند البنات. يوم بتقول شرير اكيد هو ده السفاح اللي كلمتنا عنه يونج من شويه. يونج بتقول لها هنعمل ايه دلوقتي؟ بتفتكر كلام اخوها وهو بيقول لها خدي ده. بتقول له ايه ده؟ بيقول لها ده زر الانذار لحالات الطوارئ، اياك تدوس عليه الا لو كانت فيه مصيبه، ده للحالات الخطره بس. هلاقيكي اول ما تدوس على الزرار. بالفعل بتطلع الجهاز وبتدوس على الزرار. بتقول دي مش مزحه، المفروض تيجي بسرعه دلوقتي. الشرير بيقول لهم واضح انكم تعبانين وما عندكمش قوه خالص، اسمحوا لي ايها الفانون المثيرون للشفقه ان انا اديكم شرف تلقي هديه، وهي النوم الابدي واللي مش هتصحوا منه ابدا. يوم بتقول له
اخرس يا مجنون، لو كان عاجبك نومك الابدي فروح نام انت لوحدك. بيقول لها انت شقيه. يوم بتقول لازم اكسب وقت بقدر الامكان وده لحد ما يوصل اخويا لهنا. بتقول له ليه بتقتل الناس بلا رحمه وبلا شفقه؟ بيقول لها ده سؤال غبي علشان تساليها على شرير، مش ضروري انه يكون في سبب وجيه عشان اعمل المذابح دي كلها. يوم بتقول هو بيقول ايه المجنون ده مجنون بجد. بيقول لها انا اسف عشان بخيب امالك، لو كنت مستنيه جواب كويس. سفك الدماء والتلذذ بيها قطره قطره حاجه بتخلي الاحساس جدا رهيب. مفيش غير حقيقه واحده بس محفوره على جدران العالم ده، حقيقه بتقول ان اللذه والوصول للذروه والمتعه مش هتيجي غير بسفك دماء الاخرين. يوم بتقول له خليك بعيد، خطوه تاني وهتلاقي نفسك في اعداد الموتى. انا بحذرك، اخويا هيكون هنا في اي لحظه، هو قوي جدا، 3 ثواني اكتر من كافيه بالنسبه لي علشان يمسح بيك الارض. بيقول لها انت بتقولي ان اخوكي قوي جدا وكمان جاي لي هنا؟ بتقول له ايوه، ولو كنت خايف على حياتك فاهرب بسرعه. بيقول لها في الحاله دهياتي انا بتساءل عن شكل التعبير على وشه لما يشوفك وانت غرقانه في دمك. بيفعل مهاره غريبه وبيقول لكن اولا بيهجم بيها على البنت اللي كانت معاها. البنت بتاخد الضربه وبتنام على الارض. يوم بتحاول تصحيها، بتقول لها اصحي على اساس هتصحى، لكنها مش بتصحى. بيقول لها يلا جه دورك انت كمان عشان تلحقي بيها وهتكون دي هديه لاخيكي. لكن بيلاقي واحد بيقول له يا ابني وبيهجم عليه، بيكون كاسيان. بيقول له ليه ما تجربش هديتي انا الاول؟ بيهجم عليه وبيقول له خد دي. بيستعمل مهاره براثن الظل وبيهجم بيها على البلود راين، لكن بلود راين بيتفاداها، لكن كاسيان بيكون نط عليه وخلاص هيضربه. لكن الشرير ده عنده سرعه جدا كبيره بيمنع هجوم كاسيان. بيقول مين الشخص ده؟ هي ما قالتش ان اخوها شرير. وايون بتقول هو مين ده؟ بلود راين بيقول انا ما شفتش مهاره قذره ومثيره زي دي من قبل كده، انا ما كنتش اعرف بوجود شخص زيه. دقيقه، هل من الممكن انه ده هو نفس الشخص اللي هزم المفجر؟ هو دلوقتي بيحاول يصيدني انا كمان؟ انا ما كنتش متوقع ان الجو هيكون ممتع للدرجه دي. بيقول له انا بعتذر لتخييب ظنك، ولكن انا متاكد ان لقائنا مش هيطول كتير جدا ايها الصياد، ولكن ما تحسبش اني هسيبك في مأمن المره الجايه. كاسيان بياخد باله انه بيحاول يهرب. الشرير بيقول له انا اللي هاخد اخر انفاسك ومحدش غيري هيعمل كده. كاسيان بيقول له استنى، رايح فين؟ بيهجم عليه لكنه بيتفاجئ انه هرب. بيقول سحقا اكيد هو خد طريق تاني، انا لازم ادور عليه. لكن ايون بتقول له استنى لو سمحت تقدر تعمل لي معروف ارجوك ساعدها. اما عند شان بيكون رايح بالعربيه وبيقول زر الانذار، اكيد هي ما عملتوش عشان كانت بتلعب، لو كان الموضوع هزار كانت اتصلت بيا وقالت لي انها كانت بتهزر. داي بيقول له انا قلت للشرطه اكيد هم في طريقهم للمكان. اما عند كاسيان بيقول لها سياره الاسعاف في الطريق الى هنا، لازم نشوف حاجه نوقف بها نزيف، نولين قماشه او اي حاجه اربط بها الجرح. بتقول له تمام. بتدور على حاجه مطاطيه وبتقول له خد دي. بيقول لها ايه دي؟ بتقول له دي شرابات بس بتتمدد. بالفعل بيربطوا بها الجرح وخلاص. بيسال موروس تقدر تتفقد حالتها؟ بيقول له انت عايز مني اعمل كده؟ لو كان على كده فهي فعلا كويسه وده من غير ما استعمل العين الحقيقه. ايون بتقول له هل هتكون كويسه؟ بيقول لها ايوه والاسعاف هتوصل دلوقتي. بتقول له فعلا؟ بيقول لها اهم وصلوا الاسعاف، انا خلصت الموضوع بالاسعافات الاوليه، هسيب الباقي لك انت. بتقول له شكرا. بتقول له انت هتمشي كده؟ بيقول لها هتعملي ايه لما يشوفني التانيين كده؟ بياخد بعضه بيمشي. موروس بيقول له احنا كنا محظوظين لابعد الحدود، لو انت ما وصلتش هناك كان هيكون حمام من الدم. وبينما هو ماشي بيحس بحاجه، بيقف وبيقول ده بيجي مزعج جدا. بيشوف جهاز بيراقبه وكرو بتصفر بتظهر قدامه وبتقول له احنا اتقابلنا من جديد، انت فاكرني؟ هيكون من المحزن لو انت مش فاكرني. السكرو درايف بيكون بيراقبهم. كرو بتقول له انا ما قدمتش نفسي كويس ليك، انا رايفن اسمه ملائم ليا صح؟ وانت؟ بيقول لها انا ما عنديش اسم. بتقول له انت لسه ما خدتش اسم دلوقتي؟ بيقول لها مش مهم، المهم دلوقتي قولي لي الحاجات دهياتي ايه هي وليه بتطير في الجو هنا وهناك؟ بتقول له دي كاميرا علشان تراقب الوضع وتشوف المجرمين، عملها سكرو درايف. بيقول لها هو بعت موقع الشرير من خلالها؟ بيقول له ايوه، والفضل كله بيرجع عليها في تمكننا من معرفه هويه السفاح. بيقول لها انت عارفه مين هو السفاح ده؟ بتقول له ده بلود راين، وهو بيتجول في كل بقاع الارض بيدور على ضحايا علشان يقتلهم علشان المتعه. وعلشان اكون صراحه معاك انا شكيت في البدايه انه يكون هو الفاعل، ولكن محاوله امساكه ده جنون، اما تعقبه فهو موضوع سهل جدا. وكمان في حاجه تانية، السكرو درايف طلب مني اديك ده لما اشوفك وهيقول لك على باقي التفاصيل لما تخلص. بيقول لها ايه ده؟ بتقول له ده جزء من الاجر بتاعك، بتكون 3 كريستالات طاقه بالاضافه لانها احسن حاجه ممكن تلاقيها. في اليوم التالي بتكون في الاخبار بيقولوا امبارح على حدود الساعه 8 مساء قام الشرير السفاح الذي يتسبب بجلبه واسعه لدى الصحافه بالتحرك من جديد لحسن الحظ وبفضل مجهودات السايكرز الذين بذلوا كل ما في وسعهم للوصول الى مكان الحادث في اسرع وقت ممكن. تمكنوا من السيطره على زمام الامور دون وقوع اي خسائر بشريه، الى ان الطالبه في الثانويه تعرضت لجروح افقدتها
فقدتها الوعي، وهي دلوقتي بتتلقى العلاج في المستشفى، والكويس في الموضوع ان حالتها كويسه. اخت كاسيان بتقول ده مطمن، انت رايح المدرسه؟ بيقول لها اه. بتقول له خلي بالك في حاجات مجنونه بقيت بتحصل بكثره الايام دي. بيقول لها تمام اشوفك بعدين. بيقول مضت بضعه ايام من لما انتقلت الى جسد كانج وو، لازم اكون اقوى ان كنت عايز ان انا ادمر لامبس واخد انتقامي منهم، ولكن انا مش عارف مين اللي اقدر ارسك بيه، خصوصا المخلوق غريب المنظر ده. ولكن زيد على ده ان الاتفاق اللي انا اوقعته مع اشرار الفيلزون بيلعب على اوتار اعصابي. كاسن كان بيقول لرايفن انت بتديني 3 كريستالات سحريه عاليه الجوده، وكمان بتقولي انها لسه جزء بسيط من الجائزه الكبرى. بتقول له هي مش كفايه؟ بتقول له انا مفكره كده برضه، ولكن الوغد ده قوي لابعد الحدود، انا حاسه انك مش هتكون ضد ليه ابدا بقوتك الحاليه. بيقول لها انا هكون تمام. بتقول له في عندك جهاز تعقب تقدر تستخدمه وقت الحاجه، وكمان حاجه تانية احنا جهزنا ليك اماكن ظهور بلود رايل، اتفقدهم لو سنحت ليك الفرصه، ممكن يوفر عليك عناء التوقف والبحث. لو حصل وخيبت ظن السيكرو درايف فلا تلومن الا نفسك. موريس بيقول له انت رايح فين؟ دي مش الطريق المعتاده للمدرسه. بيقول له في مكان لازم اروحه. لو بصيت للبيانات اللي حصلت عليها من طرف السيكرو درايف فثانويه سيو هواي على راس اللائحه، كما انها نفس الثانويه اللي بيروحها البنتين دول، اكيد ممكن اخد ادله لو رحت وزرت الاماكن دي. بيقول له انت رايح دلوقتي هناك؟ بيقول له في حاجه مضايقاني من فتره، ان احدى البنتين دول بتكون اخت شان الصغيره، شكلها قول لي المدرسه قبل ما امشي. بيتصل بالمدرسه وبيقول له السلام عليكم، معاك كان كو كان الخط انا تعبان ومش هقدر اجي المدرسه النهارده، دي الخلاصه طبعا. اما عند شان في المشفى بيكون قاعد مستني، داي بيجيب ليه القهوه. بيقول له ايه اخبار ايوان؟ بيقول له نامت. انت شفت التقارير اللي انا بعتها ليك؟ بيقول له ايوه. بيقول له من الصعب التحقق من اشرطه الكاميرا المراقبه لانها اتحطمت، ولكن بعد النظر اكيد القاتل هو المتسلسل بلود رايل ومفيش حد غيره. المعلومات عنه بتقول انه بيشفط الدم من اجساد ضحاياه وبيسيب جسمهم هامد بارد دون اضرار بالغه، ولكن اجساد ضحاياه كانت في حاله مزريه، خاصه تلك اللي من جاد دام. وللسبب ده كنت غبي كفايه واستبعدت احتمال كونه المجرم. انا مش قادر اصدق ان هو المتسبب في الحادثه دي. شان بيقول له الشرير اللي ساعد ايون. داي بيقول له ده نفسه الشرير من قبل مش صح؟ بيقول له ايون قالت ان هو منقذها، لو هو كان شرير فعلا كان لازم يكون فاقد العقل وبيتبع شهواته، ولكن كان بينقذ الناس ومن ضمنهم اختي. هو ايه اللي بيسعى ليه؟ ده بيقول له ده اللي بيشغل تفكيري كمان، هو عمل كده مرتين لحد الان. هو مين الشخص ده؟ نروح عند كاسيان واللي بيكون واقف في الطريق عادي جدا. موريس بيقول له انت جيت مسافه طويله لهنا وكمان ما رحتش المدرسه. كاسيان بيدخل بياخد كوكا كولا، بيكونوا في بنتين بيعكسوا موظف المبيعات. كاسيان بيروح بيقول له انا عايز دي. بيقول له تمام اديني دقيقه واحده هسمنها وابعتها لك. بيقول له ده هيكلفك 3200 وان. كاسيان بياخد باله من كتاب اسمه عروس كورنيس. بيجي راجل عجوز وبيقول ممكن اخد المخلفات من الكراتين؟ بيقول له طبعا واستنى انا هساعدك. بيخبط في كاسيان وهو طالع. موريس بيلاحظ حاجه بيقول له انا اسف. كاسيان بيراقبه بياخد بعضه وبيطلع. موريس بيقول له كاسيان عندي حاجه مهمه لازم اقول لك عليها. كاسيان بيقول له الشخص ده شرير مش صح؟ موريس بيستغرب. كاسيان بيقول له انا قدرت اعرف كده اول ما شفت عينيه حواليها هاله غريبه. موريس بيقول له ولكن انا لسه مش متيقن ان هو بلود راين نفسه. كاسيان بيقول له عروس كورنيس ده كتاب ملحمه تحكي عن مصاصي الدماء. بيفتكر كلام بلود راين وهو بيقول له هتاخد ميته حلوه ميته دمويه، وبيضحك لاحرصن على موتك بيدي هاتين. نفس الكلام اللي قاله له. بيقول له الكلمه دي كنت متاكد من ان سبق لي وان سمعتها في المكان ده، وهي كانت عباره عن خطاب جوه الروايه. موريس بيقول له انا متفاجئ انك قدرت تفتكر الحاجات دي. بيقول له انا كنت معتاد ان انا اقرا ايام ما كنت في الميتم، يلا بينا علشان نشوف ورانا شغل ايه. بيفضل يراقب الولا. موريس بيقول له هو مش الطريق ده مودي للمدرسه الثانويه بتاعه البنات؟ كاسيان بيقول هو رايح فين؟ بياخد باله ان في عربيه تخبط الراجل العجوز، لكن بسرعه بيروح وبينقذ. بيقول له انت كويس؟ بياخد باله انه فقد اثر الولد. بيروح مبنى وبيدخل الحمام. موريس بيقول له انا ما كنتش متوقع انك تتحول في وسط مكان عام زي ده. بيقول له مفيش وجود للعديد من اسطح البنايات هنا، لازم اكل دهياتي دلوقتي. بالفعل بيمتص جوهره وبيقول موريس عايز اتفقد حاجه باستعمال عين البصيره بتاعتك. بيعرض بياناته. بيقول دلوقتي انا معايا مهارتين جداد، الظل المخفي وخطوات الظل. موريس بيقول له الزياده في عدد نقاط قدرتك ساعد على اكتسابها. بالامكان الحصول على قدرات جديده من خلال الزياده في نقاط قدرتي، بس لما كنت سايكر قبل كده كنت بكون اقوى كل ما اتمرن. بيقول نقاط قوتي دلوقتي 470، ولكن ليه انا تناولت 3 كريستالات سحريه وارتفعت نقاط قدرتي بمعدل 120 بس. موريس بيقول له اكيد جسمك اعتاد عليها، المره الجايه هتزيد بمعدل اقل وبعد مده مش هيكون لها تاثير ابدا. بيقول انا متاكد ان ده
كده الحال، فلو الكريستالات السحرية كانت السبيل الوحيد للارتقاء في سلم القوى وقتها ما كانوش هيدوني الكريستالات. انا مش هفضل ابقى مقيد بالكريستالات دهياتي دايما، لازم اشوف سبيل تاني علشان اعزز قوتي زي التمارين او حاجة زي كده. بيقول له موروث وريني احصائيات بلود راين. بيقول له انت استعملتها مرتين بالفعل، لو عملتها مرة تالتة فبيقول له انا عارف. بيعرض ليه بيانات بلود راين. بيكون عنده مهارة خطوط الدماء. بيقول دي التقنية اللي استعملها اخر مرة صح، وعنده قدرات بتستهدف العقل اللي هي التنويم المغناطيسي. موروث بيقول له الموضوع مش هيكون سهل خالص. اما في المشفى عند بلود راين بيظهر وبيقول يا خدم الاوفياء هاتوا لي البنتين دول على ركبتهم. بيكون اتحكم في بعض الاطباء والممرضين. اما ايون بتكون قاعده قدام صاحبتها بتتفقد قائمه الاشرار ومش بتلاقي كاسيان. بتقول هو مين الشخص ده؟ بيجي لها الدكتور وبيقول لها سيده ايون احنا لازم ناخد الانسه علشان نعمل لها شويه فحوصات دلوقتي. بتقول له دلوقتي؟ بيقول لها ايوه، فهي فحوصات جدا مهمه، تقدر تيجي معانا لو انت عايزه. بتقول له انا؟ بيقول لها ايوه. اما كاسيان بيكون بيجرب قدرته الجديده وبيتنقل بين المباني. بيقول انا اقدر ادمج بين خطوات الظل والظل المخفي، كده اقدر اصنع تقنيه اشد فعاليه. موروث بيقول له ولكنها عندها انباء سيئه، واحنا في طريقنا الى هنا لاحظت ان استهلاك الكريستالات السحريه ارتفع بشكل مهول، انت لازم تستخدمها في اللحظات الحاسمه فقط. بيقول له يا عم بس ما تدمرش اللحظه. بيلاقي ان جهاز التتبع اشتغل. بيقول يلا بينا نروح نصيد فريستنا. كنت متوقع حاجه زي كده بخصوص الوغد بلود. هيروح للمشفى مباشره مكان تواجد تلك الفتاتين. انا فرحان ان انا حاطط عليه اداه التعقب. بيقول يلا بينا نسرع شويه. اما في المشفى بيكونوا واخدين البنت وايون. بتقول لهم معلش بس الطريق مش من هنا، احنا ليه هناخد سياره الاسعاف واحنا نفسنا في المستشفى؟ بيقولوا لها احنا ما نقدرش نعمل الفحوصات دي في المشفى، انت قصدك ايه بكلامك؟ بيقول لها بلود راين ده اختبار لاثبات الولاء. وبيظهر بلود راين بيقول خطير رؤيتك مره ثانيه، والاخطر هو انك هتموتي كمان. البنت بتقول شرير اهربوا بسرعه، لكن ما تعرفش انه متسيطر عليهم من قبل بلود راين. بيقول لها ما بيسمعوش غير كلامي انا بس، انا كمان اقدر اخلي منك دميه جوفاء زيهم، ولكن ده مش اللي انا بطمح ليه. فانت كمان عندك طاقه طاغيه واجتزت بخوفك بسهوله، وعشان كده انت مناسبه تماما علشان تكوني عروستي. يا اسطى تعالى في الدور كلنا عايزين. لكن واحد بيقول له كفايه غباء. بيقول من هناك. واحد بيقول وطي اول ما اعد للرقم 3. تمام. بيقول 3 فعلا بتوطي وبينزل كاسيان على طول في الوش. بلود راين بيصد لكن كاسيان على طول برضه بيضربها بيرزعها في الحيطه. بيقول تبا انت كمان مره تانية. كاسيان بيقول له لسه دي البدايه، دي التسخينات مش اكتر. بيهجم عليه وبينزل ضربه في بلود راين. بلود راين بيتعصب بيهجم عليه بمهاره قطع الدماء، لكن كاسيان بيتفاداها. بيروح وبيضرب بلود راين. بيهجم عليه ويقول له فلتمت وبيديله واحده اوبس ما اقولكمش. لكن بلود راين بيقوم وبيقول التنويم المغناطيسي، لكن كاسم بيقول له انت لو وقعت يا جدع. وبيخزوق له عينيه. تحدي اليوم لو المقطع ده وصل 6000 لايك هنزل لكم الجزء اللي بعده باسرع وقت ممكن. طبعا ما تعرفوش ان انا مسجله، فقط وصل المقطع 6000 لايك وينزل الجزء باسرع وقت ممكن. وبس هنا نكون وصلنا لنهايه مقطع اليوم. لا تنسى اللايك الاشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل جديد. وسلام عليكم.